ألف ألف مبروك لزوجة هشام كوك الثانية. هشام كوك يعلن عن افتتاح محل زوجته الثانية بكل فرح وبكل سرور، وهو يعنق فيها بكل فرح. خوتي شوفوا لي هذا اللقطة كي كانت معاه محمد في الافتتاحات، كيفاه كان مهمشها على الهامش، محطها مسكينة على الرف. شوفوا خوتي باين عليها التهميش. خوتي خياتي المرأة اللي وقفت معاه وكانت تصور فيه كي كان يطبخ على الطابونة، ماهوش عيب الإنسان ولا المرأة توقف مع راجلها، لكن العيب الراجل كيهمش مرتو ويخليها في الرف يتراكم عليها الغبار وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هو صحيح ما نقولوش انه صحيح خانته، اذا هو صحيح ما دارولهاش قلب ودارولها دعايه باش يخرجها من الميدان، ممكن كان يمشي مع هذه المراه. لا حول ولا قوه الا بالله. ان بعض الظن اثم لعوج كان معاه مع هذه المخلوقه على بها دار الام محمد، كيما هكا دارلها هذا القلب باش يخرجها من حياته. خوتي خياتي شوفوا نصيحة اللي عنده مرتو واقفة معاه من البداية يحافظ عليها، ماشي كيف فرج ربي عليه يطيشها في الرف. شوفوا خوتي كيفاه مقيم هذه المرأة الثانية. صافي درك النساء واش راح يفهموا بلي الراجل ماهوش مليح يوقف معاه الواحد في محنتو يدي هكا على الواجد. والسلام عليكم. والله هذا الدرس ماهوش مليح خلاص. شوفوا عجوزتها، الصراحه انا عجوزتها ما عجبتليش وما طاحتليش على كسطويا، ومام نظرت عينين زوجة هشام كوك الخصرة تاعها ثاني والله ما عجبت لي. يا خوتي ما نحبش نهضر في عرض الناس، لكن ليامات يجيبوا لكم الصح. وشوفوا كيفاه معنكه محمد مسكينه محطها على الهامش، مي هذه حبيبتي وزوجتي وقف معاها وحلها محل محمد. على ما درت لهاش هذا الشيء وقيمتها وقيمت ولدك مسكينه. شوف في هذاك الوقت اذا تشفاو محمد جامي تفوت لاطارات ولا تفوت الحاجه كيما هكا وتقطع لاطارات ولا تدير عفسه من هاد العفايس. هو ديما هو الاول وباين بلي مسيطر، لكن واش يديروا قوة الضغط يولد الانفجار. خوتي ما يرجيل خرجت لهم تعلق لهم وتبارك لهشام كوك، لكن بواحد الطريقة نتاع السخرية. كل واحد يفهم كما يحب. المهم خوتي نخليكم مع الفيديو، راح نعاود لكم اللقطات باش تشوفوا وتسمعوا بوذنيكم، وخليوا لي رايكم في التعليقات. ماذا بيا تخليوا لي رايكم اذا كلاكم قلوبكم كما كلاني انا قلبي. فرجة ممتعة ودمتم في رعاية الله وحفظه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله. الله يبارك الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عندك جمهور عظيم. السلام عليكم. مرحبا بكم. ما شاء الله. الله يبارك بالبركة بالبركة بالبركة. السلام عليكم. مرحبا بكم. يوم الافتتاح تاع الماركة تاع الزوجة العزيزة، بالبركة عليك ان شاء الله، وان شاء الله تربحي عليه ان شاء الله. قولي لهم كلمة. يعطيكم الصحة كي جيتوا شرفتونا. مرحبا بكم ان شاء الله باذن الله. كل توفيق ان شاء الله. الحمد لله على بركة الله. تم الافتتاح الله يبارك. جاو الغاشي تاعها انا صغاريت منها الله يبارك. نتمنى لك الف توفيق زوجتي العزيزه ان شاء الله، والماركه تاعك رقيه كوليكسيون تكبر وتوسع اكثر. لا قبل حاجه واحده اخرى.
لا حول ولا قوة إلا ما شاء الله ما شاء الله خموس اجمل كابل في الجزائر. ربي يبارك لهم. ما شاء الله عندك جمهور عظيم. الله السلام عليكم. البنات كنتي وقتاش تسود السعدي في مرحبا بكم. الحانوت كسنار. ما شاء الله جوهم غاشي زين. ما شاء الله بالبركة. ستميتي عايشة تدخلوا مش رومانتيكي ولا نقولها حالة بصحتك يا مدام. الله تستاهلي ربي يهنيكي ما شاء الله. مزيان السعد مزيان السعد تستاهلي اختي. ربي يرزقنا من ما رزقك اختي. راجلك طيب كما يشاف بصح اختي ما راناش حاسدينك لا. الحمد لله على بركة الله. تم الافتتاح الله يبارك. جاوا الغاشي تاعها عامل صغاريت من اياها الله يبارك. نتمنى لك الف توفيق زوجتي العزيزه ان شاء الله والماركه تاعك رقيه كوليكسيون تكبر وتوسع اكثر. لا قبل حاجه واحده اخرى. تبسم فإن الله ما أشقاك إلا ليسعدك وما أخذ منك إلا ليعطيك وما أبكاك إلا ليضحكك وما حرمك إلا ليتفضل عليك وما ابتلاك إلا لأنه يحبك. فبعض الأبواب لم تفتح لأنها ليست لك وبعض الأشخاص اختفوا من حياتك لأنهم صفحة وليسوا كتابا وبعض الفرص ضاعت لأنك بحاجة إلى الخبرة أكثر من الحظ. جميلة هي القلوب التي تعيش على أمل أن كل شيء سيكون بخير. فكل الأمور المقسومة لنا خير حتى وإن كانت وجعا. فلا تحزن على شيء فقدته فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر. فالخير فيما اختار الله تعالى لك ولتعلم أن الله سيعوضك لأنك رضيت في وقت لم يكن فيه الرضا عليك سهلا.